فالحقيقه اللي بغيتك اليوم تعرفها هو المهاره راك غادي تتعلمها، لكن الا ما عندكش اللغه الانجليزيه ما غاديش تستافد منها بشكل كافي. غتخدم ولكن راه بحال خدام مع مول البنيه ولا شي واحد كيستغلك. انا اليوم ما غاديش نقول لك سير تعلم واحد المهاره باش ديباني راسك، لا، لكن غنقول لك تعلم هاد المهارات اللي غادي نعطيك، وهاد المهارات اللي غادي نعطيك بغيتك ديرهم هما المستقبل ديالك. وهاد المهاره اللي خاصها تكون هي المستقبل ديالك خاصها تكون صحيحه وماشي غلطه. اليوم احنا كنعيشوا في 2025، لكن 2026 راه ممكن يبانوا حوايج جداد اللي انا وياك ما كنعرفوهمش اليوم. راه كلشي كيتطور حاليا، وحتى انت خاصك تواكب التطور. ملي تكون عندك واحد المهاره قلبها في السوق واش مازال خدامه ولا كاين شي مهاره اخرى كتنافسها وغادي تحيدها لك. وفاش حتى انت كتواكب التطور وكتطور من داك المهاره حتى جيبك كيتطور وكلشي. وهذا هو المشكل اللي كيوقع مع بزاف ديال الناس اللي كيعطيوك تعلم مهارات وهما ديجا ما مواكبينش التطوير، ما عارفينش الامور فين وصلت. مازال واحد كيقول لك سير تعلم ديزايني الصوره المصغره اللي حاليا الذكاء الاصطناعي كيتقنها بشحال ب 10 دريال الوحده، صعوبتها 100 طابنيل ب$1. وتخيل دابا معايا واش انا غنمشي عند واحد غنعطيه 150 درهم ولا 100 ولا 200 ونتسناه نهار ولا يومين باش يردها ليا ونحطها في الاخر نلقاها ما خداماش مع يوتيوب. فانا راه ما كنقولكش ان الديزاينر غادي تقطعوا ولا ما غاديش يبقاو، ضروري غادي يبقاو واحد الجزء، ولكن واحد 80 ولا 90% ما غاديش تبقى. وانت فاش كتعلم واحد المهاره بالغلط كتدخل لواحد السوق اللي فيه منافسه كبيره ما تقدرش عليه، اللي كتلقى بورتفوليو واحد فيه 10 سنين وكثر ديال الخبره وما غاديش تضيم معاه. وهذا هو السبب اللي كيخلي بزاف ديال الناس يتعلموا بعض الحرفات وفي الاخر ما كيخدموش بها وكيبقاو يشكيو. في عام 2025 اللي هو هذا العام اللي كنتي كتشوفني فيه بانت واحد المهنه جديده اللي ما عمرها كانت من قبل، اللي هي البرومبت ولا البرومبتينغ، اللي هو كيفاش تهضر مع الذكاء الاصطناعي. وهذه المهاره حاليا راها كتقرب جد والسوق مازال خاوي، واللي عنده هذه المهاره غادي يولي يخدم هو الذكاء الاصطناعي ماشي الذكاء الاصطناعي اللي غادي ياخذ له بلاصتو. ربما تكون عمرك سمعتي شنو هي هذا البرومبتينغ ولا البرومبت، ولكن اليوم انت كتعرفها. الا قدرتي تانفيستي فيها فغنقول لك برافو عليك. الحاجه الثانيه اللي تقدر تتعلم ليها اللي في هذه الساعه خدامه وبجد اللي هو المونتاج ديال الفيديوهات. فهاد السنين الاخر راه كنشوفوا واحد العدد كبير ديال الناس اللي تلاحوا السوشيال ميديا ومنهم انا، وهذا الشيء راه كيخلق واحد الفرصه ديال الشغل كبيره في المونتاج ديال الفيديوهات. فلا قدرتي تعمر هذا البوست هذا كيبان لي غيكون مفيد ليك. زيد عليها الفيديوهات ديال الموشن جرافيك ديزاين اللي هما كيكونوا خاصين بالاعلانات. فهاد الدومين هذا فيه فلوس بزاف، فاش نقول لك بزاف راه بزاف، حيت كتصوغ فيديو يلا فيه 20 ثانيه ولا 30 ثانيه وكتخلص بثمن مزيان. وهاد الخدمه راني انا درتها في الابورك هذه واحد المده، وهذا هو البروفيل ديالي. خدمت فيه غير بعض الايامات قليله ومازال اليومين الان كيجيوني كونطرات وما كناخذهمش حيت ما عنديش الوقت لهذاك الشيء. والسر اللي كيخلي الخدام يجيوني رغم انني ما كندخلش لهذا البروفيل وهما هاد اللغات اللي كتشوف. راه فاش كتكون عندك لغات مختلفه راه كتزيد من الفرصه ديال الخدمه ديالك. وإلا لاحظتي هنا راه الانجليزيه فيريفي بالزرق، وخصك تعرف راه كاين بعض المنصات راه ما يخدموكش الا ما فيريفاوش الانجليزيه ديالك. راه كيديروا لك واحد تيست، من بعد ما كتنجح في التيست بانك كتهضر الانجليزيه مزيان ولا هذيك اللغه اللي انت داخل بها، وصيغته الانجليزيه بعض المرات ما كيبغيو حتى لغه، فراك ما تقدرش اصلا تدخل لهذيك المنصه باش انك تبدا تخدم فيها. خصك تعرف هذه ماشي المنصات كاملين دايرين هكا، ولكن البعض منهم كيخدم بهذه الطريقه. واخر كونطرا كان جاتني ورفضتها جات من عند واحد تركي، لحقاش كنهضر حتى التركيه مزيان. دابا فهمتي السر علاش الخدامي كيجيو، وهذا هو البروفيل ديالي واخا ما خدمتش فيه بزاف. ودابا غادي ندوزو للمهارات اللي هما عاليين وهما الطوب، وهاد المهاره هي الماركتينغ ولا التسويق. تعلم كيفاش تسوق واحد الحاجه وكيفاش تبيع، راه هذه احسن مهاره وما كاينش اللي يستغنى عليك. وزيد عليها راك ما غاديش تستعملها غير مع الناس تخدم بها، بل تقدر تستعملها في داك المشاريع ديالك. الا كنتي كتمونطي راه خصك ضروري هاد المهاره باش تبيع هذاك السيرفيس لهذاك الشخص، كيفاش تقنعو كيفاش توصل السيرفيس ديالك لعنده. فالمهاره ديال التسويق والبيع الا كسبتيها راك كسبتي الكنز. دابا غندوزو لواحد المهاره اخرى غادي نقولها لك، ولكن انا عارفك غادي تحس بانها ماشي حتى اللي هي العملات الرقميه. هاد الدومين هذا راه زوين بزاف، ولكن كثرت ما كثروا فيه القروضه والنصابه وليتي كتسمعوا وكتهرب منه. وحتى ناس داروا فيديوهات على هاد الدومين وكيقول لك بان راه كينصبوا وكذا وكذا. فهاد المجال هذا راه دوزت فيه انا اكثر من 6 سنين وفيه خير كبير، لكن راه حتى هو خصك تتعلم له وتعطيه مجهود. فراه هاد الدومين ما كنمشيوش نتحشاو مع الجروبات، ما كنمشيوش عند الناس يعلمونا في البريفي وما كنشريوش الكورس. هاد الدومين بالخصوص
هادشي اش كنقول لك اللغه الانجليزيه بعدا، حيت ما عمرك غتطفرها في العملات الرقميه بدون اللغه الانجليزيه، وهذا هو المشكل ديال الناس اللي كيتنصب عليهم. فانا راه ما كنبيع حتى شي حاجه في هذا الدومين، ولكن راه درت واحد الفيديو كنعطي فيه غير نصائح الا بغيتي تبدا كيفاش ديري باش ما يتنصبش عليك وتبقى تقول هذا الدومين راه ما خدامش. والحاجه الاخرى اللي غادي ندوزو لها حتى هي مهمه بزاف، اللي هي السوشيال ميديا. هادشي اللي كتشوف دابا انت كنديرو انا تقدر حتى انت ديرو، كلشي تقدر تتعلم له، وهذه حتى هي راه حرفه واعره، خصك غير تتعلم شويه. حتى انا مازال كنتعلم، ماشي بروفيسيونال، لكن على الاقل كنجيب لك معلومات اللي غادي يفيدوك، هذا هو المهم. ماشي بالضروري كاميرا مزيانه، ماشي بالضروري يكون عندك شي ستيل اللي ما كاينش، ولكن المهم هو شنو كتقول، واش كتفيد شي واحد اخر. والمهاره الاخرى دابا اللي غادي نهضر عليها اللي هي ديجيتال برودكت او المنتوجات الرقميه. هذه مهنه واعره حتى هي كتطلب شويه د المجهود التعلم، ولكن ماشي بزاف. كتوبه، تبيع لي تومبليت، تبيع شي سيرفيس، المهم الديجيتال هذا راه واعر بزاف. فانا ديجا داير هذا الدومين هذا من شحال هادي ومازال خدام فيه. فاللي بغيت نقول لك راه ما كاين حتى شي طريقه اللي غادي تجيب لك الفلوس من غير المهاره. تعلم وغتاخذ فلوس في المقابل. راه واخا تكون عندك هذيك المهاره اللي وراوك الناس وكتقنها وما عندكش اللغه الانجليزيه، راه غتخدم مع ناس اللي عندهم الدخل قليل والانتاجيه طايحه بزاف. خلينا ناخذ على سبيل المثال، انت تعلمت يا سيدي كتمونطي لي فيديو، مع من غادي تخدم؟ غتخدم مع الناس اللي بحالي. الناس اللي بحالي شحال غادي يعطيوك؟ غيعطيوك ما بين 100 درهم و 300 درهم في الفيديو، ما غيفوتهاش ليك. انت غتبان لك دابا بزاف، ولكن راه ما مسلكاكش. لكن عكسي، الا كنتي كتهضر اللغه، نفس هذاك الفيديو اللي مونطيتي غتمونطيه لواحد اجنبي اللي كيهضر الانجليزيه، غتبدا معاه من 1000 درهم حتى ل 6000 درهم تقدر تمشي معاه. وراه ما كنهضرش من فراغ. وهذا راه ما كيعنيش ان الناس بحالي استغلاليين ولا باغيين ينصبوا عليك. علاش؟ حيت الدخل ديال الاعلانات في المغرب طايح بزاف، اما في دول اخرين كيكون الاعلانات الثمن ديالهم طالع، يعني تقدر تبدا تمونطي الفيديو ب 1000 و 2000 و 3000 درهم. فراه هنا اللي بغيت نوصل لك هو الانجليزيه والمهاره كيمشيو مع بعضياتهم. والخبار الزوينه كيف ما معودك، هو راه اي مهاره كتشوفها حاليا تقدر تتعلمها في المده ديال 6 شهور وتتقنها وتبدا تجيب المبيعات ديالك. انا عارف غتقول لي 6 شهور بزاف، ف6 شهور راه ما بزاف والو، وإلا كنتي خفيف ديال بصح فراه تقدر غير 3 شهور تعلم واحد المهاره وتبدا تبيع لي سيرفيس ديالك. ولكن خص يكون عندك هاد الباجاج اللي قلت لك باش تشد الطريق الصحيحه. فغادي نقول لك غير زير راسك ودير مجهودك وغادي توصل للنتيجه اللي بغيتي، غادي توصل لهداك الفلوس، ولكن ماشي بهذيك السهوله اللي كيسوقوا لك انك غتبرك هنا وتاخذهم. فبغيتك تاخذ هاد الامور اللي عطيتك بجديه وتخدم على راسك. الا وحلتي في شي حاجه ما فهمتيهاش فراه كاين بلاصه ديال التعليقات، حط التعليق ديالك غادي نجاوبك. فوصلنا للاخر، غنخلي لك هاد 2 فيديوهات، هذا كيهضر على العملات الرقميه وكيفاش تبدا بالطريقه الصحيحه وبلا ما يتنصب عليك، وهذا الا كنتي زيرو في الانجليزيه غادي يساعدك بزاف. غير دخل شوفوا. فنتمنى التوفيق لكل واحد فيكم وهذاك الشيء اللي باغي يوصل له، وتهلاو ليا في راسكم ونشوفكم شي فيديو واحد اخر.